مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيزوفيتش، الوجهة الأولى لعشاق الدوري السعودي ومحبين كرة القدم السعودية. حلقة جديدة نقدمها لكم وفيها راح نتكلم عن تحليل مباراة الهلال والرياض ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي. وقبل مشاهدة الحلقة يا ليت تتابعون حسابنا على منصة اكس، ترانا متفاعلين فيه هناك، وخلونا نتناقش وناخذ ونعطي معاكم. اكتب في السيرش اسم حسابي أو تحصل الرابط موجود في الوصف. في هذه الجولة كان في 3 مباريات قوية، وهي مباراة الأهلي ونيوم، ومباراة الهلال والرياض، ومباراة النصر والتعاون. وبصراحة احترنا نحلل أي مباراة منها، لكن في الأخير وقع الاختيار على مباراة الهلال والرياض. ونبدأ بالحلقة على طول. انتهت مباراة الهلال والرياض بفوز الهلال بنتيجة 2-0. سجل أهداف الهلال متعب الحربي ومالكم. ألف مبروك للهلال، فوز مستحق في بداية المشوار، وهاردك لنادي الرياض على الخسارة. بدأ الهلال بخطة 4-3-3 مع غياب ثيو هرنانديز عن هذه المباراة ومشاركة متعب الحربي كلاعب أساسي. عهد جديد لإنزاغي مع الهلال في أول مباراة له في الدوري. ولما تشوف مستوى الهلال كيف كان ممتاز وشكله مرتب في الملعب، وكل لاعب تميز في خانته من ناحية الأدوار الدفاعية والهجومية، هنا وقتها تبان لمسة المدرب اللي يستحق نجومية هذه المباراة من وجهة نظري. واللي يتقاسم نجومية المباراة في الملعب مع المدرب هو اللاعب روبن نيفيز، واللي كان يلعب بأدوار متعددة ولعب كمدافع ثالث مع كوليبالي وحسان تومبكتي، وهو اللي كان يخرج بالكرة ويبدأ اللعب من الخلف وتبدأ الفكرة الهجومية من عنده، مع وجود مساندة له من ناصر الدوسري وسافيتش في تطوير الفكرة الهجومية. ما شفنا أي خطورة للرياض في الشوط الأول، عكس الشوط الثاني ضيع فيها أكثر من فرصة هدف محقق، لكن في الأخير تألق فيها بونو. في لاعب في الهلال عايش في عالم ثاني وهو سافيتش، تطور مستواه كثير مع إنزاغي من أيام كأس العالم للأندية، وما أبالغ لو قلت أن سافيتش ونيفيز أفضل ثنائي في الوسط مكملين لبعض في الدوري السعودي، والهلال محظوظ فيهم. سالم الدوسري يواصل مساهماته بالأهداف مع الهلال، صنع الهدف الأول لمتعب الحربي وصنع الهدف الثاني لمالكم. وبصراحة كنت مستمتع باللي يقدمه سالم وأنا أشوف المباراة، وتم تتويجه قبل المباراة بجائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم الماضي. في هذه المباراة غاب عنها ثيو هرنانديز بسبب عقوبة الإيقاف مع فريقه السابق ميلان، وشارك بداله متعب الحربي، وشفنا حضور ممتاز لمتعب في هذه المباراة، وقدم مستوى كبير أمام الرياض وسجل الهدف الأول وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. مالكم في الهدف الثاني هو اللي بدأ الهجمة وهو اللي أنهاها وسجل الهدف. وفي هذا الهدف تحديدا خلوا عنكم على داروين نونيز، هو اللي فتح المساحة لمالكم للتسجيل. وارجع شوفوا الهدف، ما اقدر انزله هنا بسبب الحقوق. وكذا خلصنا من تحليل مباراة الهلال والرياض، وانتظرونا بمشيئة الله بتحليل مباريات دوري روشن بعد العودة من الإيقاف. وفي الختام لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. في أمان الله.